وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، هذا الدعاء صحيح. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في وداعه للمسافر. ثبت ذلك في السلسلة الصحة بإسناد حسن، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، من حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر ودع أخا قال له: أستودعكم الله. إن كان يعني إخوة أستودعكم، وإن كان أخ واحد أستودعك الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذا ثابت. وأيضا هناك دعاء: استودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك. هذا أيضا ثابت من حديث عبد الله بن يزيد الخطامي، قد ذكره الإمام الألباني في صحيح أبي داود، والأول عند ابن ماجه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه عند ابن ماجه في الصحيح، وهذا في صحيح أبي داود، وكليهما كلا الحديثين بجوج في السلسلة الصحيحة. إذا إلا قلنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أو استودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك، ولا قال هذاك الكلام هذاك قلتي ليه أنت، رديتي عليه على المسافرة، شي وحدة بغات تسافر وقالت لك استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، وقلتي لها أنت استودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك، فهذا حسن. هذا من الكلم الطيب، هذا من الكلم الطيب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أنه قال: إذا استودع الله شيئا حفظه. فاش تقول هذا استودع، حتى شي حتى إلا مسافر كاع وتلفت لدارو سدها وشاف دارو ويقولوا استودعكم الله، فقد يودع عمر البيت وتيمن أن تبقى الدار محفوظة إلى أن يرجع. فالإنسان عنده شي حاجة غالية وبيودعها من الأصحاب والأحباب ومن المتاع، يقول: استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أبو مسلم الخولاني كما ذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك أنه وقع عليه لما رحل من بيته في زمن الفتنة، اعتزل الفتنة، كان ديك الساعة الفتنة بالقول، فتنة القول بخلق القرآن، فجمع الحقائب ديالو وجمع الحوايج وكلشي وطرق الباب، سد الباب، صافي مشى خوا الدار لأنه باعها. فلما قال: استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله، فسمع صوتا بداخل الدار يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونحن أيضا يا أبا مسلم راحلون، لأن الذي اشترى منك الدار يقول بخلق القرآن، معتزلي. من الذي كلمه؟ الجن، عمر البيت. ونحن أيضا راحلون. صدق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الجن ثلاث أصناف، ومنهم الصنف الثالث من يحلون ويضعنون. يحلون ويضعنون، والضعن هو الرحيل، ونحن أيضا راحلون. فرحلوا عمر البيت، لأن الذي اشترى الدار وهم كانوا سلفيين متأثرون بعبادة وأخلاق وسيرة الإمام أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى. الإنسان يقول: استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فيشمل ذلك كل من في البيت من متاع ومن جن ومن وهذين الدعائين الثابتين عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم.